السلام عليكم. الموضوع اللي ما بينتهيش واللي بنحب دايمًا نوضّح للناس المعلومات المضبوطة فيه عشان ما يضحكش عليهم، اللي هو ألم أسفل الكعب أو بطانة القدم. أغلب الناس بتبقى فاهمة إن ده سببه الشوكة العضمية، ودي معلومة غلط. الشوكة العضمية ما بتوجعش، قُلنا الكلام ده في فيديوهات كتيرة والناس القديمة اللي على الصفحة عارفاها. خلّينا نوضّح الكلام برضه بمرّة تانية. دي واحدة من الpapers أو من الأبحاث اللي لقيناها بتتكلم في الموضوع، فقُلنا ندردش معاكم فيها كده. طيب قسّموا أسباب ألم أسفل الكعب لأسباب موضعية، يعني مشكلة جاية من المنطقة بتاعة أسفل الكعب أو من الكعب يعني أو حوالين الكعب، وفي أسباب تانية حاجة اسمها تسميعة، ده اللي هو التهاب في العصب، وفي أسباب عامة في الجسم تعمل ألم في الكعب. طيب الأسباب الموضعية اللي هي عبارة عن إيه؟ أشهر حاجة هي التهاب بطانة القدم. طيب تاني حاجة إن يبقى في كسر إجهادي في عضمة الكعب، وده بيجي من غير خبطة، بيجي للناس اللي بتقف لفترات كتير أو للناس اللي بتعمل مجهود بشكل متزايد ما كانوش متعودين عليه قبل كده، وبيبان كويس أوي في أشعة الMRI أو أشعة الرنين المغناطيسي، ولو اتحول لكسر كامل ساعتها يبان في الإكس راي في الأشعة العادية.